كم مرة في حياتك بصيتي حواليكي وسألتي نفسك ليه ربنا كاتب لي كده؟ ليه أنا مش زي فلانة؟ ليه على طول تعبانة؟ ليه في تأخر في حياتي؟ ليه على طول بتألم؟ ليه على طول حزينة؟ الأسئلة دي بتاخدك كل مرة المكان مضلم، مكان اسمه عدم الرضا. وأكتر حاجة بتسحبك للمكان ده إنك تعيشي طول الوقت حاسة إنك مش واخدة حقك، وإن ربنا مديكي أقل من غيرك. بس اللي ما بنفهمهوش في لحظتها إن كتر عدم الرضا بيجيب اكتئاب، بيخليكي تغرقي في الحزن من غير ما تحسي، بيخليكي تبصي لحياتك وكأنها دايما ناقصة. عارفين احنا ليه بنقع على طول في عدم الرضا؟ لأننا طول الوقت بنقارن بيننا وبين ناس غيرنا، على طول مركزين مع الدنيا أكتر من الآخرة، علشان فاكرين إن السعادة في الحاجة اللي ناقصانا مش في اللي عندنا، علشان نسينا إن ربنا حكيم وما بيخلقش ولا يكتب حاجة كده بالعبث، علشان الشيطان بيقعد يذللنا على طول إن حياتنا وحشة علشان نكره ربنا أو نزعل منه إن هو مش عاطينا كل اللي نفسنا فيه. على فكرة الرضا مش استسلام، الرضا قوة. الرضا مش معناه إنك تكسري جناحك وتعيشي مظلومة، الرضا معناه إنك تقبلي اللي حصلك بثقة، وتشتغلي وتعملي اللي عليكي وتطلبي من ربنا. الرضا قوة بتطلعك من جو الاكتئاب وتخليكي شايفة الأمور بعين مختلفة. الرضا عبادة، وعبادة عظيمة زيها زي الصلاة والصيام. عارفة ازاي ترضي بقدرك؟ أول حاجة لازم تبصي للنعم اللي عندك الأول وتعديها. نعمة الصحة، نعمة الأهل، النفس اللي داخل وخارج. فكري كده في الابتلاءات اللي ربنا رفعها عنك وانتي مش أخدة بالك. افهمي دايما ان البلاء مش عقوبة، البلاء أوقات كتير بيكون رفع الدرجات على كمية الذنوب اللي بتعمليها في حياتك. لما ربنا بيبتليكي بيكفر لك ذنوبك دي علشان يخلصك منها في الدنيا قبل ما يجي يوم القيامة. كل يوم الصبح قولي اللهم اجعلني راضية وارضى عني. كل ما يجي في بالك اعتراض قولي أنا راضية والحمد لله على كل شيء، وخديها كده عادة في حياتك. تعالي بقى أقولك إزاي تقدري تقربي من ربنا. ابدأي بأبسط حاجة، وهي الصلاة اللي أول حاجة هنتحاسب عليها يوم القيامة. الصلاة على وقتها، قبل ما يدن الأذان خليكي جاهزة، خليكي تكوني متوضية وقاعدة مستنية علشان تقابلي ربنا وتشوفيه وتصلي. اقري كل يوم حتى آية واحدة، مش لازم جزء كامل، بس خليكي على صلة على طول بربنا. واوعي تهجري القرآن. اتكلمي مع ربنا وقولي له أنا تعبانة يا رب، أنا مش فاهمة بس بحبك وبثق فيك. أنا عارفة إن أي حاجة بتحصل في حياتي حتى لو على عدم رغبتي فهي في مصلحتي طالما أنت اللي اخترتها لي. وانتي بتسجدي فضفضي لربنا كأنك شايفاه قدامك، كأنك بتتكلمي معاه بجد وانتي قاعدة قدامه. اتكلمي معاه في كل حاجة، اشتكيله، ادعيله، اطلبي منه كل اللي انتي نفسك فيه. لو حد مضايقك قوليله، هو هيجيب لك حقك. لو في حاجة مش عارفة تعمليها ومش عارفة توصلي لها قوليله، هو هيساعدك ويديك الطريق اللي هتبدأي بيه. كل يوم ولو بدعوة واحدة، يا رب ثبتني على حبك وارضى عني. اوعي تبطلي دعاء لربنا. لما تقربي من ربنا كل حاجة في حياتك هتستقيم، قلبك هيتهدى، نظرتك هتتعدل، حزنك هيخف، الدنيا هتروق حتى لو الظروف صعبة. هتحسي انك مش لوحدك، هتحسي انك محمية ومطمنة رغم كل شيء. لو عايزة تكوني مرتاحة ارضي، لو عايزة تعيشي بسلام قربي من ربنا، لو عايزة قلبك يستكين خليكي دايما جواكي يقين ان ربنا كاتب لك الخير حتى لو انتي مش شايفاه. وافتكري دايما ان الدنيا دي مش بتستقيم الا بقلب متعلق بالله. عارفة لما يبقى نفسك في حاجة قوي وتتأخر ويقولوا لك معلش ما هو كل تأخيرة وفيها خيرة بس لازم تصبري. أنا عارفة إن الجملة دي بايخة جدا في وقت الوجع، بس والله ما في حاجة اتأخرت عليكي إلا وكان ربنا بيخبي لك خير فيها. تأخر جواز يمكن ربنا بيجهز لك حد يناسب قلبك، تأخر حمل يمكن بيطهرك من ذنوب أو بيقربك منه أكتر علشان تكوني مستعدة للحمل ده. تأخر شغل يمكن ربنا بيشيلك من طريق مش مناسب ليكي وبيحضرك لحاجة تانية أفضل. كل تأخيرة فيها تجهيز من رب كريم. ربنا مش بينسى حد، بس بينقي الوقت اللي هيناسبك بجد مش يناسب استعجالك. اعرفي ربنا بصفاته هتحبيه أكتر. ربنا مش مجرد اسم بنذكره وبننساه، ربنا اللطيف، يعني بيخلي حاجات صغيرة تعدي عليكي بلطف وانتي مش أخدة بالك. ربنا الودود بيحبك رغم ذنوبك وبيتقرب منك كل مرة بترجعي له. ربنا الحكيم كل حاجة بيكتبها ليكي بحكمة مش بتفهميها دلوقتي. ربنا الرحيم كل مرة بتغلطي بيفتح لك باب توبة.
حاولي تحفظي كل يوم اسم من أسماء الله الحسنى وتفتكري إن معناه بجد هيفرق معاكي في حياتك. هتلاقي قلبك بيحبه وبيتعلق بيه وبيخاف على زعله، مش بتخافي منه، انتي بتخافي على زعله. التوكل مش كسل، لازم تشتغلي مع الدعاء. يعني ما ينفعش أفضل أدعي وأنا قاعدة في مكاني ما بعملش حاجة ولا بتحرك. ناس كتير بتفتكر إن القرب من ربنا يعني نقعد نستنى الفرج، لكن لأ، القرب من ربنا يعني أشتغل وأدعي وآخد بالأسباب وأسلم له النتيجة. زي السيدة هاجر، سعت بين الصفا والمروة 7 مرات ومع ذلك الماء خرج من تحت رجل ابنها مش من سعيها. ربنا عايزنا نسعى، بس لما تسعي ما تعلقيش قلبك بالنتائج، علقيه بربنا. هو اللي بيرزق، هو اللي بييسر، هو اللي بيجبر. عارفة ازاي تعرفي ان ربنا راضي عنك؟ انك تبتسمي رغم الظروف، تبقي موجوعة من جواكي بس بتقولي الحمد لله، بتعيطي بس بتسجدي وبتدعي، بتحسي انك ضايعة بس بترجعي وتفتحي مصحفك وبتتكلمي مع ربنا. اللي بيحب ربنا من قلبه عمره ما بييأس، حتى في أقصى لحظات الحزن بيحس إن في نور وفي أمل وفي ستر، في حكمة جاية وفي خير مستنيني. القرب من ربنا بيغيرك من جواكي، بتبطلي تحقدي، بتبطلي تكرهي، بتبطلي تغتابي، بتتعلمي تحبي الخير للناس، بتلاقي نفسك بتستحي تغلطي، بتقومي الفجر لوحدك من غير منبه، بتتكلمي مع الناس بالراحة وبتسامحي أكتر. هو ده الإيمان، إنه يغيرك، مش إنك بس تبقي ملتزمة بالظاهر. القرب من ربنا بيخليكي أنضج وأرقى وأهدى وأقوى. حاولي تداومي دايما على الدعاء ده. قولي يا رب علمني أرضى بكل اللي كتبتهولي، واكتب لي الخير في كل طريق، وافتح لي أبوابك الواسعة، وخلي قلبي مطمن، وخليني دايما شايفة نعمك مش الحاجات اللي ناقصاني. يا رب ما تكتبليش رزق إلا ومعاه رضاك، ولا بلاء إلا ومعاه صبرك. اللهم ارزقني الرضا حتى ترضى، وإذا رضيت فزدني رضا يا أرحم الراحمين. عارفة، الناس اللي بيقربوا من ربنا بيعيشوا حياة مختلفة. عارفة ليه؟ علشان هما مش لوحدهم، بيحسوا إن في حد معاهم في كل لحظة. لما صدرهم بيضيق بيصلوا، لما بيفرحوا بيشكروا، لما بيفتقروا بيطلبوا من ربنا، لما بيتظلموا بيسيبوا حقهم عليه وهو بيجيبوا أحسن ما كانوا يتخيلوا. الناس اللي حياتهم فيها ذكر وقرآن ودعاء حتى لو بيتعبوا بيعيشوا براحة محدش يتخيلها، ولو اتفرجتي على وشهم هتلاقي نور وهدوء ورضا. اللي بيقرب من ربنا عمره ما هيخسر أبدا. اختاري دايما ربنا في قراراتك، في حزنك، في فرحك، في قلقك، في كل لحظة في حياتك. كل الطرق ممكن تتقفل إلا طريقه، كل الأبواب ممكن تتقفل إلا بابه، كل الناس ممكن تنساكي إلا هو. فلو كنتي تايهة راجعي نفسك، هل قربتي من ربنا؟ لو قربتي هتعرفي ليه كتبلك كده، وهتلاقي نفسك بتقولي من قلبك الحمد لله، ربنا اختار لي وما خيرنيش، بس دايما بيكتب لي الخير. أشوفكم في الحلقة الجاية.